غاوي الحمام ده خلي بالك مدرسه. وبعدين غايه الحمام مش يوم ولا اتنين، غايه الحمام زمن ووقت وعمر وسن ورؤيه وكلام. يعني تاخد الكلام تطبقه رؤيه. ايه اللي بيخلي غاوي الحمام كويس؟ انه بيشوف زي المعرض ده. المعرض ده هايل، بيخلي الناس تتفرج على الحمام، وبعدين بيشوف حمام ما شافتوش عند حد قبل كده، او ما حصلوش ظروف، طلع عند حد سنه صغير عايز يطلع، فبيشوف الحمام والوانه بيتعلم. فخدمه نمره 2. خدمه نمره 1 التحضير بقى ايه؟ اي حمامه وشها واقف، اي حمامه وشها مصدق. الحمام الزاجل ده اللي هو بتاع الجمعيه بتاع الرميات ده، احنا مش غاويين رميات، احنا غاويين حمام غزار مصري وحمام غزار وشوام وشقلباظات وجميع انواع الحمام. لازم وش الفرد يبقى مصدر، صدره يبقى عريض عشان يحوش في كلفته. دي نمره 2. اي لون تحطه على بعضه. اصل الحمام التحضين ده ممكن تتبع عياله، مش يقول لك انا بربي تحضين حلبي وكركندي وبتاع عشان الزغلول يطلع، لا، ده التحضين ده ميكنه الغاوي الفندي اللي بتربي عليه الحمام الغزار، مش الصافي بس. كل الحمام وش قصير اللي هم القطاطه والمعنبره السمر والمرقعات والحمر والبلق بالوانها. البلق دلوقتي ما بتزقش عيالها، ده في قبل بيفك ابنه ما يعرفوش ولا كانه شافه من قله الحنيه او من خلاص. ما انت ما حننش الحمام. الحمام دي ليها ثلاث حاجات. مال قارون، صبر ايوب، عمر نوح. مال قارون لازم يبقى عندك فلوس عشان تجيبه وتودي. تاني حاجه مفيش حاجه بتجيب ببلاش. صبر بقى ان انت تحضن الحصى وتستنى لما يفك، وبعدين تربي الزغلول وتشوفه بعينيك، وبعدين يشبب ويكبر، وبعدين يبقى عمره سنه واثنين وثلاثه. الحمام الغزار كل سنه ليه شكل. حمام الغزار مش اول سنه. العمر بقى ربنا يديك طول العمر بقى، ويديك الصحه. فهم دي بتحتاج الثلاث حاجات: خدمه، غايه الحمام خدمه، وغايه الحمام هدوء، وغايه الحمام مش مناوشات ومش خناقات ومش شتايم في الناس. غايه الحمام للبهوات والناس المحترمه، حتى الفقير منهم عارف قيمته، مش يقعد يشتم ويسلط واحد على واحد ويأجر واحد ليشتم واحد عشان يعني شغل. لا، غيه بقى. الحمام موجود في كل حته. انا بقول للناس اهو، الحمام موجود في كل حته. اوعى واحد يقول لك ده حمامي، لا، ده الحمام ده حمام ربنا وموجود عندك وعند غيرك. وتطلع عند واحد عيل لسه صغير يفرق حمامه لغايه تتجنن ويجري وراه بالعربيات والناس عارفه كده. فالحمام موجود في كل